حالة من الغضب تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع فيديو تحمل عنوان فضيحة هدى عادل. وليكن بعض التفاصيل حول ما يحدث. هدى عادل الناشطة العراقية التي انتشر اسمها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما بعد الفيديو الفاضح الذي أثار غضب الكثيرين بسبب المشاهد الجريئة الخادشة للحياء البعيدة كل البعد عن الآداب والحشمة. لذلك تساءل الكثيرون من هي الفتاة التي ظهرت في الفيديو الذي انتشر لها على جميع مواقع السوشيال ميديا. هدى عادل هي بلوجر وتيك توكر عراقية من مواليد العراق، وتحمل الجنسية العراقية، كما تعمل كخبيرة تجميل معروفة تقدم نصائح للفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك لها عدد كبير من المتابعين على عدة حسابات إلكترونية، وقد انتشر اسمها في هذه الفترة وتصدرت ترند جوجل بعد ظهورها مع شاب يدعى يوسف مازن في فيديو غير أخلاقي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وإن عمر هدى عادل غير معروف بدقة، وليس هناك أي معلومات حول تاريخ ميلادها، ومن المرجح إنها في العقد الثالث من العمر. فقد نالت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذاع اسمها في الفترة الأخيرة بسبب فضيحة غير أخلاقية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مما أدى إلى غضب رواد مواقع التواصل. وتحمل هدى عادل الجنسية العراقية، فهي من أب عراقي وأم عراقية، وقد نشأت في دولة العراق وعاشت على عاداتها وتقاليدها، ومن ثم انتقلت للعمل كخبيرة تجميل، وأصبح لها عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وفي الآونة الأخيرة سادت حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع فيديو تحمل عنوان فضيحة هدى عادل التيك توكر العراقية على مواقع السوشيال ميديا، وهي تظهر بفيديو غير أخلاقي برفقة الشاب يوسف مازن، حيث تتضمن الفيديو الكثير من المشاهد الخادشة للحياء، وهما يقيمان علاقة غير شرعية وخارج إطار الزواج. وقد أثار الفيديو غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريبه، مما عرضها للكثير من الانتقادات، ولكن البعض قال إنها ضحية صديقها الذي قام بتصويرها بدون علمها. وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي روابط للفيديو الفاضح الذي نشر للعراقية هدى عادل وهي برفقة شاب في وضع غير أخلاقي، ولا سيما إن هذا الفيديو مخصص للكبار فقط وغير متاح لغير البالغين. وبكده نكون وصلنا لحضراتكم لنهاية الفيديو.